لو امتلكنا قوة العالم بأسره فلن نهاجم أحد، ولو اجتمعت قوى العالم بأسره ضدنا فسنتبنى نهج الدفاع المشروع. قوى تمثل القوة الرسمية للنساء ويبلغ عددها أكثر من 10,000 امرأة، 845 منهن ارتقين إلى مرتبة الشهادة. وحدات نسائية تصل نسبتها إلى حوالي 10% من إجمالي أعداد قوات سوريا الديمقراطية. الانطلاقة بدأت منذ انطلاقة شرارة ثورة روجافا. بداية الثورة تشكلت وحدات الحماية الذاتية الشعبية، والتي اقتصرت مهامها على الدفاع المشروع عن الأحياء والقرى والمدن. دفعت هذه الوحدات يداً بيد مع أهالي غرب كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا عن أمنها، وقامت بطرد عناصر النظام السوري من مناطقها بشكل متتالي. تحولت إلى وحدات حماية الشعب في العام نفسه. تشكيل وحدات نسائية والتي تم الإعلان عنها بكونفرنس رسمي استضافته مدينة ديريك في 4 نيسان عام 2013. بتاريخ 11 من أكتوبر من عام 2015 تم الإعلان عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعد الجيش الرسمي للمنطقة والمظلة لكافة الوحدات. بادرت وحدات حماية المرأة بتشجيع النساء من كافة المكونات الأخرى بتشكيل مجالسهم العسكرية التابعة لوحدات حماية المرأة. المعايير والمبادئ الأخلاقية يحتل مفهوم الأخلاق بكافة فروعه الإنسانية والمجتمعية وحتى الفردية الدرجة الأولى في نهج وحدات حماية المرأة. يحتل التدريب الجسدي والنفسي والفكري والعسكري ضمن وحدات حماية المرأة 60% من وقتهن اليومي. تتلقى العضوات تدريبات مكثفة من خلال الأكاديميات التي تشرف على تدريبهن عبر كوادر تدريبية مؤهلة ومدربة. تشكلت أكاديميات خاصة للعضوات الأجانب المنتسبات من أوروبا والخارج. قوة ضامنة لحقوق النساء. هذه القوات ستكون الضامنة لتلبية الحاجات الأمنية الأولية، تكرس مساعيها في صون حقوق المرأة ضمن دستور ديمقراطي، والعمل على حماية الحقوق القانونية والدستورية لقيم المجتمع بما فيها وجود الكيان الثقافي والبيئي والقومي في حال تعرضها للانتهاك. الأهداف: حماية القيم الوطنية، إبراز القوة الذاتية للمرأة ودورها الريادي في المجتمع بتحويل طاقاتها الكامنة وتفعيلها عملياً بحيث تكون الحامل للثقافة المجتمعية والسالم. إزالة آثار الطابع الذكوري في المجتمع على كافة المجالات، والخروج من القوانين النمطية التي تم تأطيرها بها. التكامل في الأبعاد المجتمعية أخلاقياً وثقافياً، وتحقيق علاقة متوازنة فيما بين الفرد والمجتمع بشكل عملياتي. ضمان المشاركة الفعلية للنساء على كافة الصعود السياسية والثقافية والاجتماعية. نبذ كل ما له علاقة بالسلطة البطريركية واحتكار العسكرة. تخطي كافة المفاهيم القومية الدينية العلمانية المذهبية والطائفية والجنسية. إزالة تبعات الحدود السياسية والجغرافية عبر بلوغ توافق أممي بمنظور جديد وشامل للمجتمع النسوي. العوائق والتحديات. وجدت النساء في وحدات حماية المرأة الأمل والحلم المتحقق بالتحرر والعيش بكرامة دون الاستناد على أحد سوى قوتها الذاتية. الهيكلية التنظيمية. تنظم هذه الوحدات نفسها بشكل هرمي متسلسل، وتدير شؤونها الإدارية والعملية ذاتياً، كما تشغل مكانتها ضمن التراتبية العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، ومع الحفاظ على خصوصيتها وهيكليتها العسكرية. التشكيلة التراتبية التنظيمية لوحدات حماية المرأة. الكتيبة تتشكل من سريتين أو 3 سرايا. السرية تتشكل من فصيلتين أو 3 فصائل. الفصيلة تتشكل من مجموعتين أو 3 مجموعات. الوحدة الأساسية لتشكيل القوات هي المجموعة، وهي أصغر وحدة قتالية وتتألف من 8 إلى 6 مقاتلات. المكاتب المركزية لوحدات حماية المرأة ومهامها: مكتب التدريب والتأهيل، مكتب العلاقات العامة، مكتب الإعلام، مكتب الاستخبارات العسكرية للمرأة، مكتب السجلات والذاتية. المعارك التي شاركت بها وحدات حماية المرأة: